لله الحمد لله. يا صاحبي يا صابون. وقد عزمت أن تقهره بسلاح الجسد ووقفت أمامه في غلالة رقيقة. ما تصدرش حاجة. أيها الفتى هيا إسراء. أنا لا أصارع النساء. أتكبر يا فتى؟ هل أخاف الله يا امرأة؟ انظر إلى ذراعي وفتنته، انظر إلى ساقي وفتوته. يا واعي سودة دون كيد وصراع. وعرفت أنه طوع أمرها وخاتما في إبهامها، وما كادت تقترب من جسده حتى وقفت أمامه زاهلة وكأن الثعبان لدغها، فقالت: ما هذا العقد التي في رقبتك؟ ومن أين حصلت عليه؟ إنه في رقبتي منذ ولادتي، وأمرني أبي الملك أفراح ألا أخلعه. أفراح ليس أباك، أبوك الملك زين اليزن زوجي، وهذه علامته. زين اليزن؟ أي علامة؟ الشام الخط. الله! أنا بره. كلهم شبه واحد، أمرية وشبلولة والماس وسكراديوس. العروسة. عروسة! يا عروسة! أنا جاي لكم معايا بغرك وحلوانك. يا سامة يا حبيبتي! يا سامة! يا سامة! من تحت الارض. امال ايه؟ طب تصدق بالله يا خواجه؟ انا ما حدش اسمع الكلام الميتافيزيقي ده. اذا كانت الجماهير دي بتدافع عنه وعايزاه يبقى نقرب منه. يعني ايه يا خواجه؟ يعني مين اقرب الناس لدغبل؟ ايوه انا اقرب الناس لدغبل يا خواجه. انا اللي بسال يا نجم، مين اقرب الناس لدغبل؟ ايوه هو مين اقرب الناس لدغبل يا بيه يا خواجه؟ هم بيشبهوا. مين يلبسوا من تحت الارض دي؟ يا اخي اهو قال لك يا نور ابقى اصبر. هم مين؟ انا قصدي مين اهله؟ عشوته، ناسه، فاميليا بقى. يا جماعه الخواجه اقول لك ايه؟ استنى بس اقول لك ايه؟ الواد الابوس والبنت العروسه والاستاذ وماريوش ومراته شملوله الغوله. مدام شملوله. ده حسب تقاريرنا الامنيه يا جناب الخواجه. مدام شملوله، مدام دعبل،
كده ممكن. دي سهله خالص يا جناب الخواجه، حالا هتكون عند جنابك. شندوله بس استنى يا راجل، انت سيبك انت من الراديوم ده وانا اجيبها لك هنا على اول. ايوه والله العظيم اجيبها لك هنا على اول. يا بنتي يا جملولي، يا بنتي يا بنتي يا جملولي. اسمع عليك يضحك ليه؟ وانا نازله انت اللي عامله الحيله. خير يا بان. خير يا مدام. خير يا اخويا. احنا يا مدام من عشاق فنك الجميل، بنحبه موت يا مدام. وعشان عيون الفن الشعبي احنا فكرنا نطوره. تزوره؟ نطوره. اه وماله يا اخويا، يعني ايه يا بان؟ اسمع كلام الباشا دي يا ست المفوتي يا مدام، الباشا اهو هيفهمك كل حاجه. فهمني يا بان. امسك. ايه؟ تعالى اهو. ما تقلقليش. تعالى اهو. ايه بقى؟ ايوه وماله، ده انا في ليلته العسكري يا اخويا. وماله، نعمل زي ما انت بتقول. ايوه حط قانولي. معقولي البس اشتريتش حاجه من السوق وغني وماله وعروس. انا جاهز. فلوس كتير من عليك. وانا حتى اللي بقى هو جميل عليك. حنفوه بس خلاص. امال ايه ده؟ انا مش طايق اروح، انا مش طايق اصحى. اعملوا اللي تعملوه فيه، انا موافق يا جاي. مش بقى اتفضل يا اخويا. ادي وانا ماليش. انت عامل فيا كده ليه؟ انت كوزيا، انت ناس هم على انت قلت بس على طلبات حصيبه وانا هشغلك شغاله عند جناب الوالي. والي مين يا اخويا؟ تعالى هنا. بالله اهو، بالله اهو هيشغلك معاك في التلفزيون. ولا ايه يا حرام؟ اسمعوا يا ولاد، واسمع يا سي على جوز. لازم نفكر بجد في حل. انا خدت قراري خلاص. انتوا والباقي عليكم انتوا. الواد ده ابو الدين خلاص ووجع لي دماغي بسير السيف. بابا تحسوا الشعبي ويخلص علينا بس. اسمعوا الكلام وتعالوا معايا. انا عندي لكم شغلانه هايله. والله لو عرفت اعمل في اللي انت عامل فيه انصحت حال. وده بيحس ولا بيتدم على دمه. اسمعوا الكلام وتعالوا معايا. تعالوا معايا يا ولاد. لازم نفكر في حل. كل شويه تقول لي ايه؟ طمع وما طلعتي وخارج بالي وبالك قدام وانا مش فاهمه منه اي حاجه. نخرج من دماغه بلا رجعه. بس انا خلص معاه اخر مره. اسمعوا يا ولاد، تعالوا معايا. لازم نهرب يا ولاد، لازم. جباين له وطن. افتح يا صندوق.
اطلبك. انا وانا ليا من غيرك يا حبيبتي يا شامه يا بنت افراح. طب وشلوله مراتي مراتي ما هتقدرش راح تشتغل عليه مسرح الصح. يعني خلاص يا جابر راحت من دماغك. انا ما صدقت اللي بتسميه وحدك ربنا. بس القديم يحلى حتى لو كان واحلى وطين وعم وغني خلوهم ياكلوها خليها ظهور بلا شملوله بلا زبد. النخل ينزل في حجرة رطب السجين. بص في عيني بدي ايه؟ بديدك التانية دي. عارف هكون معاكي